ايه اللي كان موجود قبل الكون ما يتخلق؟ لو رجعنا بالزمن لورا، قبل الموبايل اللي في ايدك، وقبل البشر، قبل الديناصورات، وقبل الأرض نفسها، هنوصل اللحظة اللي انفجر فيها الكون. انفجر. خليك معايا للآخر. لكن هل سألت نفسك قبل كده في اللحظة صفر؟ هل كان في ايه؟ هل كان في عدم؟ ولا كان في عالم تاني احنا مش عارفينه؟ السؤال ده دوخ أينشتاين وهوكينج، والإجابة عليه هتغير نظرتك لوجودك كله. النهاردة هنتكلم بدقة وبالدين وباليقين. العلماء بيقولوا إن الكون بدأ بالانفجار العظيم، بس خد بالك كلمة انفجار دي غلط. هو كان توسع رهيب من نقطة ميكروسكوبية. العلم هنا بيقف قدام حيطة سد، لأن قوانين الفيزياء اللي نعرفها بتنهار عند اللحظة دي. ستيفن هوكينج بيقول لنا السؤال عن ماذا قبل الكون زي السؤال عن ايه اللي شمال القطب الشمالي. الإجابة هنا مفيش، لأن الزمان والمكان اتخلقوا مع الانفجار. يعني قبل كده ما كانش فيه وقت عشان نقول كلمة قبل. تخيل عقلك وهو بيحاول يستوعب إن مفيش لا ثواني ولا دقايق، فراغ مطلق من الزمان. طب الفرضيات المرعبة بقى، هو احنا الكون الوحيد؟ في علماء تانيين مش عاجبهم الكلام، طلعوا لنا بنظريات تخلي عقلك يلف، وهي نظرية الأكوان المتعددة. بيقولوا وبتقول إن كان في أكوان تانية ماتت وكنا ده اتولد منها. ونظرية الأوتار بتقول إننا مجرد غشاء في أبعاد تانية، والكون بتاعنا ناتج عن اصطدام غشائين ببعض في بعد خامس إحنا مش شايفين. يعني الموت والولادة في الكون هي عملية ما بتنتهيش. طب الإجابة إيه؟ الإجابة هنا في كن فيكون. هنا بقى بنسيب حسابات الورقة والقلم وبنروح لليقين. في علم النفس الإنسان دايما بيدور على السبب الأول، والروح ما بتطمنش إلا لما تعرف إن في صاحب. قبل الكون بمليارات السنين النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال: أين كان ربنا قبل أن يخلق؟ الإجابة كانت بتهز الوجدان. اتقال كان في عماء، يعني وجود إلهي لا يدرك بصر ولا عقل. ربنا كان موجود ولا شيء معه، لا شمس ولا قمر ولا حتى الفراغ اللي انت متخيله ده. كان في إرادة. ربنا بيقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا يعني كتلة واحدة، وده وصف أدق بمليون مرة من كلمة انفجار اللي بيقولوها دي. ربنا فتق الكتلة دي بإرادته عشان يبدأ الزمن والمكان. طب انت كنت فين؟ عارف ايه الأجمل؟ إن قبل الكون ده ما يتواجد ب50,000 سنة ربنا أمر القلم يكتب مقادير الخلائق، يعني اسمك وقدرك ورزقك. واللحظة اللي بتسمعني فيها دي كانت مكتوبة وموجودة في علم الله قبل ما النجوم تتخلق أصلا. انت مش مجرد ذرة غبار في كون واسع، انت مقصود بالخلق من قبل بداية الزمن. في النهاية عايزة أقولك قبل الكون كان في خالق عظيم، وبعد الكون مش هيبقى فيه غير وجهه الكريم. العقل ممكن يتعب وهو بيفكر في البداية، بس القلب بيرتاح لما يعرف إن البداية والنهاية في إيد رحيم. لو وصلت للنقطة دي فأنت من الناس اللي بتدور على المعنى. قولي في التعليقات، هل تخيلت قبل كده لحظة العدم دي؟ ولو عجبتكم الحلقة شاركوها مع حد محتاج يعرف عظمة ربنا في خلقه. أشوفكم في حلقة جاية في رحلة جديدة جوه أعماق النفس والكون وأسرار الفضاء. وياريت ما تنساش تذكر ربنا في التعليقات.